أنا أذكر لكم موقف من مواقف شيخ المشايخ. من هو شيخ المشايخ في الأمة الإسلامية؟ شيخ المشايخ في الأمة الإسلامية من هو؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هو شيخ المشايخ، ولذلك ينبغي كل شيخ أن يقرأ قصة سعد بن معاذ، وما ينبغي أن يكون شيخ إلا إذا أخذ بقصة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ وعمره 30 سنة، طبعا ما كان أبوه الشيخ ولا جد الشيخ، لكن على ما يقولوا الجودة لمن شلها، هو شلها بقوة سعد بن معاذ. فأول ما أسلم أول موقف جمع أصحابه وقال سلامكم وكلامكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلموا. هذا أول موقف. الموقف الثاني يأتي يوم بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها القوم، ولذلك يختلف القول وان تحت المكيف والدنيا سلام، والقول والنار تشتعل. يقول أشيروا علي أيها القوم، فأشار عليه أبو بكر وعمر والمقداد وكأنه يريد الأنصار، فقال سعد وكأنك تريد الأنصار يا رسول الله؟ قال نعم. قال لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك مواثيقنا، فهذه أنفسنا وأموالنا وأبناءنا بين يديك. هذا منهج الرجل والشيخ الصحيح، فخذ منها ما شئت وأبق منها ما شئت، وما أخذته كان أحب إلينا مما أبقيت، ووالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجلا واحدا. وهذا ما قلتمه أنتم ولا زلتم عليه. ثم يأتي الموقف الثالث في الأحزاب، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر اجتماع الأحزاب عليهم، 12,000 مقاتل اجتمعوا على المدينة، ونظر إلى غطفان 4,000، هؤلاء شوية مرتزقة جاءوا من أجل الرزق، جاءوا من أجل المال. فاستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم مشايخهم وقال ما الذي جاء بكم؟ قالوا تمر المدينة، نحن أتينا على تمر المدينة. أبو سفيان وعدنا بثلث ثمار المدينة. قال فإذا أعطيتكم ثلث الثمار بدون قتال؟ قالوا رضينا ذلك. فاستدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كونهم يملكون المال وأخبرهم بذلك. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله أوحي من السماء؟ فليس لنا إلا السمع والطاعة. أم شيء يعجبك أنت؟ فقد سمعت مقولتنا يوم بدر. أم تخاف علينا من العدو؟ قال والله إلا أن رأيت العرب قد رمتكم بقوس واحدة أو من قوس واحدة. قال يا رسول الله، ويتكلم سعد وهم يسمعوا، والله يا رسول الله ما طمعوا في ثمار المدينة ونحن على الكفر، أن نعطيهم وقد أعزنا الله بالإسلام، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. هكذا الشجاع وهكذا البطل، ما يمكن يتنازل عن مبادئه. ثم تأتي موقف بني قريظة، وهؤلاء على ما يقولوا كانوا ربعة سعد، وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا الصحابة، وجاءوا يتذللوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أترضون حكم سعد؟ قالوا نعم. وسعد قدوا شيخهم، فحكم سعد بقتل رجالهم مقاتليهم كلهم 56 مقاتل، وحكم رضي الله عنه بأن تسبى نساءهم وبأن توزع أموالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. هكذا الولاء والبراء، لا هواده، لا تنازع في الولاء والبراء. ثم مات. ما الذي حدث؟ اهتز عرش الرحمن لموته. يفكر واحد منا اليوم عندما يموت ايش الذي بيهتز؟ الأسرة، القرية، المنطقة، المدينة. سعد بن معاذ لم تهتز المدينة المنورة ولا الأرض كلها ولا السماوات، بل عرش الله اهتز. ليس هذا فقط، بل والرسول صلى الله عليه وسلم يسعى إلى المكان الذي مات فيه حتى تقطع شعث نعله. فقالوا لماذا يا رسول الله؟ قال أتسابق مع الملائكة أيهما نسبق لكي لا يسبقوني على غسل سعد.